أهلا بيكم صبايا بعد ال40. الحقيقة جات لي شكاوي كتير جدا وأسئلة كتير جدا عن إزاي إن إحنا نتجاوز أعراض سن المينوبوز أو البري مينوبوز. يعني جات أسئلة كتير قوي، ناس يعني الأعراض شديدة عليهم شوية وعاوزين حاجات تساعدهم علشان يتجاوزوا هذه المرحلة. أنا هنقل لكم تجربتي الشخصية، يعني الحاجات اللي انا هقول لكم عليها انا جربتها كلها، لان خدت فتره طويله على بال ما المرحله ديت ابتدت تهدى وتجاوزت هذه المرحله. وعاوزه اقول لكم لحد دلوقتي برضو لما يعني بتجيلي اعراض مشابهه للاعراض اللي كانت بتجيلي وكانت شديده في الاول، على طول بروح اشتري من الاجزخانه المكملات الغذائيه اللي هي تعتبر عوامل مساعده. بس بصراحه يعني كان ليها تاثير كبير قوي عندي وساعدتني ان انا اتجاوز المرحله الصعبه ديت. انا هقول لكم المكملات الغذائيه اللي انا خدتها. ليه بقول عليها مكملات غذائيه؟ لانها من مصادر طبيعيه ظبطت لي او ساعدت على ضبط مستويات الاستروجين عندي، وبالتالي بقى قللت من شده الهبات والتوتر وكل الاعراض اللي اتكلمنا عنها اللي هي من اعراض سن المينيبوز او البيري مينيبوز. نخش بقى في الموضوع ونقول لكم ايه المكملات اللي انا خدتها. بصراحه انا خدت 3 مكملات جربتهم كلهم. خدت مكمل الصويا وده طبعا مستخرج من فول الصويا، وكمان خدت مكمل مستخرج من الحلبة، وكمان خدت مكمل مستخرج من زهرة الربيع أو زهرة البرايم روز. مش عاوزة أقول لكم يعني كل شوية أجرب نوع كده الدنيا تهدى معايا وأستنى شوية وأجرب النوع التاني، بس ده طبعا كان تحت إشراف طبيب علشان عمل لي التحليلات اللازمة وقال لي برضو إيه الجرعات المناسبة ليا وإيه كمان الوقت اللي أنا أستمر فيه على الحاجات دي ويكون مناسب لحالتي الصحية. هبتدي معاكم بأحدث حاجة أنا خدتها وهو المكمل الغذائي اسمه فينوجرين. الفينوجرين ده يا جماعة عبارة عن مستخلص من الحلبة، وعبارة عن حبوب كده لسه نازل مصر ويعني في الصيدليات، طبعا هو مستورد أصلا وبيعبوه هنا في مصر. أخدت منه فترة وبصراحة برضو كان تأثيره كويس مش بطال، لان للاسف شرب الحلبة للاسف الريحه بتاعتها بتطلع في العرق او البول، وده يعني مش بيكون احسن حاجه ولا اظرف حاجه. وبالتالي لما كنت بشرب حلبة بضطر بعديها بقى ان انا اخد بقى مشروب مثلا النعناع او اي مشروب بيكون بيعمل ريحه كويسه علشان احسن شويه من الريحه بتاعه الحلبة. الحمد لله نزل دلوقتي مركبات من الحلبة موجودة في الصيدلية، مكملات غذائية بتؤدي نفس عمل مشروب الحلبة اللي هو بيظبط مستويات الاستروجين وبيقلل من أعراض المينيبوز والبيري مينيبوز. فأنا حبيت أبتدي بأحدث حاجة نزلت دلوقتي أو أحدث حاجة أنا جربتها. برضو في مركب برضو او مكمل غذائي من الصويا، يعني موجود في الصيدليات برضو، يعني اشتريت برضو، يعني ده برضو يعني باخد منه كتير او اكتر حاجة يعني باخد منها اللي هو مستخلص من الصويا، لان الصويا زي ما احنا عارفين دوت شكله ده شكل الحبوب. احنا طبعا عارفين ان مركبات الصويا او ان انت تضيفي صويا للوجبات بتاعتك ده برضو بيظبط مستويات الاستروجين وبرضو بيقلل من الاعراض بتاعه المينيبوز والبريمينيبوز. إيه انا عاوزه اقول انا باخد ليه الحاجات دي من الصيدليه؟ يعني مثلا الصويا ملوش ريحه ولا حاجه. بصراحه قرص واحد من المركبات او المكملات الغذائيه بيكون قيمته كبيرة جدا وتركيز المادة الفعالة فيه كبير جدا عن الأكلات. يعني مثلا لو أنا هشرب حلبة، لو هشرب مثلا 3 4 5 6 كوبايات حلبة، ده يا دوبك ممكن يجيبوا قرص واحد أنا ممكن أخده بسهولة جدا ومن غير ما يسبب لي أي مشاكل. تأثيره أعلى طبعا من إن أنا أشرب الكميات دي كلها علشان آخد تأثير حباية. فعلشان كده أنا طبعا بحب من حين لآخر بصراحة بروح أشتري المكملات الغذائية من الصيدلية. نيجي بقى برضو من الحاجات اللي ساعدتني جدا في تجاوز مرحلة البريمينوبوز والمينوبوز وخصوصا من أعراض التوتر والشد العصبي، بصراحة هي زهرة الربيع أو بيسموها البرايم روز. دي العلبة بتاعتها أنا طبعا يعني مش عاوزة أقول لكم أنا لحد دلوقتي بستخدمها، وأظن ده الشريط باين إن أنا مستخدماها. أول كده ما ألاقي نفسي يعني ابتديت أتوتر أو ابتديت كده إن أنا أتنرفز أو أتضايق من أقل حاجة، على طول أبتدي أشتريها وأتناولها. وأول كده ما الدنيا تهدى معايا أبتدي أخد كده إجازة وابتدي اشوف بقى الصويا او ابتدي بقى اشوف الحلب، منتجات الحلبة او مكمل الحلبة الى اخره.
وطبعا ده ما يغنيش ابدا ان انا بحاول برضو في الوجبات الغذائيه بتاعتي ان انا برضو اتناول الحاجات الطبيعيه اللي بتساعد برضو على تظبيط بقى الحاله المزاجيه وتظبيط مستويات الاستروجين وتهدئة أعراض المينيبوز والبيري مينيبوز. يعني زي ما قلنا السمسم، وزي ما قلنا برضو بذور الكتان، وقلنا التوم، حاجات كتير جدا. وأنا إن شاء الله الحلقة الجاية هعمل لكم برضو وجبات يعني فيها حاجات كتير قوي باللي بتساعدنا بصورة طبيعية إن احنا نظبط مستويات الاستروجين عندنا. يا ريت تكونوا استفادوا من المعلومة ديت، ويا ريت نشير المعلومة لكل صبية بعد ال40 علشان الكل يستفيد منها. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، وإن شاء الله أشوفكم المرة الجاية.